حلو انك تكون فنان وفهمان، ولكن تكون فنان وبهمان هي مشكلة كتير كبيرة وعم تورط فيها ناس كتير. خلونا نشوف مع بعض هالفنانين الفهمانين كيف عم بيورطوا الناس بشي هن كله لبعضهم مو فهمانين فيه شي. خلونا نشوف الفيديوهات مع بعض وراح اقلكم بشو عم بيورطوا الناس وعم بيخلوا الناس تخسر الالاف من الدولارات او من اليورو او العملة اللي عم بدفعوها. مبالغ ضخمة جدا عم بيخسروها الناس عن طريق استدراجه عبر المشاهير على الانترنت او مشاهير التلفزيون. راح نشوف اول شيء الفيديوهات للفنانين المشاهير يلي هن عم ينصحوا الناس بهذا الشيء. اول فيديو معنا للفنان الاول، طبعا راح نغطي صورته وراح نغطي معلوماته عشان ما حدا يقلنا انه عم بتشهر فيه وهيك، ممكن انتم تعرفوه من صوته لوحدكم. حنبدأ بالاول. يمكن في فرق بالمفاهيم بين جيلنا وجيل الشباب الصاعد اليوم. لفتني موضوع عملة رقمية مطلقينها شباب عرب صغار بالعمر، وهي العملة لاقت نجاح كبير كتير كتير وبوقت قصير كتير. طبعا أنا ما كتير بفهم بهذا المجال، بس نحن فخورين فيكم شباب ورواد أعمال المستقبل. مشروع عملة ميروا أبهرني بنجاحاته. ربي يوفقكم ونحن بندعمكم. ميروا تدعموا. هذا أول واحد ما له فهمان فيها شيء، ولا هو بنفسه عم بيقول أنا ما فهمان فيها شيء ولا عارفان فيها شيء، لا وفخور وعم بمدح فيها وعطية على ال24. بس روحوا يعني عم بيرفع اسمه. نجي على الواحد، على الثاني، على الفنان الثاني. فنانين عملة ميروا، أنا كتير فخور فيكم وبنجاحاتكم. أول عملة رقمية عربية بتحقق هيك نجاح ودخلت عالم الكريبتو من أوسع أبوابه. أنا رح أحط لكم الرابط، فوتوا وشوفوا، وكتير عالم عملت منها أرباح هائلة، شي بيرفع الراس وياني يالو اللي عم يفوت، ياني يالو. ميروا تدمون، فخور فيكم وبنجاحاتكم وإلى الأمام أبطال. فخورين الشباب، فخورين فيه كتير كتير، وهن يمكن كله على بعضهم مو عارفانين شي عن هي العملة، ولا عارفانين شو بتشتغل، ولا شلون بتنشرى، ولا شلون بتنباع، ولا بيعرفوا اي شي عنها. لك ليش عم بتورطوا الناس بشي انتو كلكن على بعضكم انتو مو فهمانينه، ولا فهمانين كيف هذا الشي عم بيتم تداوله، او كيف عم بيتم العمل فيه، او كيف عم بيتم شراءه. هاي العملة هبطت بعد ما الناس اشترت كتير كتير كتير، راحوا حطوا مصاري بالملايين، بعدين نزلت العملة أكتر من 50%. يعني أنت لو حاطط 1000 صارت $500، لو حاطط 10,000 صارت 5000، لو حاطط 100,000 صارت 50,000. وشوفوا قديش ناس خسرت، ولسه بنزول العملة والناس كلها رح تخسر أموالها. لما حدا يروج لشي ما له فهمان فيه، انت هون عم بتوقع الناس بشي غلط كتير كبير، وانت رح تتحمل مسؤوليته ورح تتحمل خطيته، لانه انت عم بتقول انا كفنان انا مو فهمان، جيلنا بعيد عن هذا الجيل، هذا غير هذا غير هذا غير. يعني انت عم بتقول بنفسك انا مو فهمان هذا العملة كيف عم تمشي او كيف هذا الموضوع عم يشتغل، وجاي عم تمدح فيه وبتقول فخور بالنجاحات وفخور بفخور. ولكن العكس صحيح. انت حتى يمكن انت تقول له اعطينا $1000 حطها بهاي العملة مشان تربح، انت كمان مو فخور فيه، راح يقول لك لا انا ما راح احط ولا راح اشتري، لانه هو ما له فهمان شيء وما له متاكد اذا عم يربح ولا لا. فقط بعثوا له فيديو وقالوا له خذ هي $1000 $2000، عملنا ترويج لهي العملة وخذ هي المصاري وطلع على السوشيال ميديا وامدحنا بكلمتين ظراف حلوين. لا تنجروا ورا اي شخص على السوشيال ميديا، حتى لو كنت انا، اذا ما كنتوا بتثقوا فيه 100%، وعم بحكي عن شيء انا فهمان فيه. اذا شيء مالك فهمان فيه ما تدخله ولا تنجر ولا اي شخص مين ما كان يكون، علو يكون اكثر شخص محبوب على السوشيال ميديا. لانه كتير اشخاص على السوشيال ميديا محبوبين ووقعوا متابعينه لانه هن شيء مو فهمانين فيه، طمعوا بالمال، راحوا اخذوا مبلغ مقابل الدعاية وراحوا ورطوا الناس بهذا المنتج او هذا الشيء. لكم مني كل الحب والاحترام، وهل رح تشتروا من عملة ميروا ولا لا؟ الى اللقاء.